جاتني روحي ولا عندهم روحي يا شمس، يا شمس هلي وارجعي وروحي، يا شمس هلي وارجعي وروحي، وسلمي لي على اللي، وسلمي لي على اللي، وسلمي لي على اللي عندهم روحي حلوين من يوم
ما بحبش اقول الكلمه الثانيه. بس اسمحوا لي على المستوى الشخصي وضيف الحاج سيد الدمناوي النهارده ان احنا نرحب بسياده اللواء النائب ايهاب السلام اللي شرفنا النهارده، وايضا بالسيد نقيب المعلمين بمدينه شربين وبالدهليه الاستاذ الكبير واستاذنا الاستاذ يوسف عبيه. معالي النائبه النهارده ضيفه عندنا، مش ضيفه، هي صاحبه مكان، وكل ضيوف الحاج سيد الدمناوي النهارده. خلونا نبقى مع الطفل الجميل ده. وانتوا ايه رايكم في الموسيقى العربيه النهارده؟ ما نديلهم تحيه كده يا جماعه. احنا ذوقنا بالتالي ارتفع شويه بالجمال ده والحلاوه دي. اتفضل. بستأذن كل الحضور، ويعني عاوز اعمل تعظيم سلام زي ما سياده النائب كان بيعلمها لنا، بس تعظيم سلام دلوقتي لشخصيه موجوده في وسطنا، وحسب طلب الحاج سيد الدمناوي ان هو يطلع على المسرح
والد الشهيد احمد رضا حشيش، سياده الموازن احمد رضا حشيش البطل اللي ضحى بنفسه علشان احنا نقعد القعده دي كلنا. هو هياخد صوره تذكاريه مع الحاج سيد ومع سياده القيادات اللي تقدر تطلع معاهم، هناخد صوره كلنا. انزل يا ست تحت. كل راجل وكل ست وكل طفل جم شرفونا في العيد العظيم الكبير، وشكرا. حشيش بقول له لفوق بالعلم الحبيب وادولك رتبة نقيب، والغريب والقريب جه يشيل الظابط حشيش بالندير والنحيب، من بعيد ظباط زمايله واحد فاقد ايديه والتاني رجله طايره والتالت صاحب ابوه ومعاه اخوه جاي يبكي عليه ويسلم عليه ويحسس عليه، اصله ضحى بعينيه، ما هو راخر ضحى بعينيه، والرابع شهيد شايلينه اهله، شايلينه اهله يدفنوه. ابكي على ابني ولا ابكي عليه؟ يا وجع قلبي عليه، نسوني والله اسمي حتى ابني الضابط حشيش. شكرا جزيلا. خدت صورة مثلا عن تضحياته للبلد سيادة النائب. يا ام الشهيد ابنك بطل اتباهي بيه واحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف، محتار ابدا بشهداء مصر ولا ابدا باليوم العالمي للطفل الجميل، فعلا يا مسعد الجميل. ولكن انا هبدا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا في شهر شعبان، احنا داخلين على رمضان، احنا في ايام مباركه جميله بشعب شربين الجميل، برئيس جمهوريه مصر العربيه اللي كرم مركز ومدينه شربين بحياه كريمه، اللي ولا نائب ولا غير نائب. احنا عندنا بطل همام اسمه عبد الفتاح السيسي، بنحييه من مركز ومدينه شربين وبنقول له شكرا بجد. بقول لاولادي، بقول لجمعيه كفاله اليتيم، بقول للحاج سيد دمناوي، بقول لرموز شربين كلها كل سنه وانتم طيبين. دايما وابدا دايما وابدا هنبدا كلنا مع بعض ونطبطب على بعض ونبقى حنينين على بعض في يوم زي ده، عشان نقول لمصر وللمصريين احنا موجودين، بنحب تراب البلد دي. واخيرا عشان ما اطولش عليكم، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. الشهيد حشيش صحيح شرفنا النهارده، لكن اعزازا وتقديرا لشهداء مصر كلهم، متمثله في والده الشهيد اللي شرفتنا بالحضور النهارده، بنقول لهم ابنكم ما ماتش، ابنكم معاكم وفي وسطكم. اوعى تزعل، انت ليك الفخر النهارده اللي ابنك رفع اسمك وحط اسمه عند ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله تبقى ايام مباركه عليكم. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، وتحيا مصر بيكم، تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بيكم. شكرا. صباح الخير. النهارده يمكن اول مره اكون موجوده في شربين بشكل كبير في وسط جمع كبير. اول مره تشوفوني واول مره اشوفكم، بس في الحقيقه انا بالرغم ان دي اول مره تشوفوني واول مره اشوفكم، بس مش اول مره اعرفكم. انا من بساط كريم الدين، وطول يعني طول عمري كنت باجي هنا وبقعد في الصيف وباجي شربين. اول مره اكون معاكم بالشكل الكبير ده. النهارده يوم مختلف، يوم زي ما بنسميه حفل الجميل، زي ما الاستاذ مسعد قال. احلامنا لمصر كبيره قوي، والكلام كتير والاحلام اكبر، لكن فعلا زي ما الاخ العزيز نائب ايهاب السلاب، يعني انا عايزه بس اقول كلمه حق. انا دخلت البرلمان اسمه
وما قدمه لدائرة شربين في البرلمان موجود، وكأنه موجود. ترك أثرا كبيرا جدا. ولما بقول أنا عن شربين يقولوا لي دائرة إيهاب السلام، فأقول لهم أيوة، يعني دي حقيقة. النهاردة موجودة معاكم بدعوة الحاج سيد الدمناوي. طبعا بعد ما اتعرفت يعني تاريخ مشرف في الحقيقة في خدمة الناس واسم نظيف يعني زي ما بيقولوا في خدمة الناس وبدون أي مآرب، وأشكره على دعوته الكريمة لي إن أنا أبقى موجودة النهاردة. طبعا وجودي في وسط البطلين والد ووالدة الشهيد حشيش، مفيش كلام بيتقال، ولكن هم عارفين قوي ليه ربنا اختارهم هم بالتحديد عشان يبقوا في هذا الموقف، لان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيدي حاجه للي بيقدر يتحملها. فاذا كان ربنا تفضل عليهم بهذا لانه عارف ان هم هيقدروا يتحملوها، والرحمه ليه والغفران، وربنا باذن الله يتقبله عند الصديقين. النهارده الكلمه الوحيده اللي عايزه اقولها لاهالي شربين انه عضو برلمان يعني صوت للناس، صوت للناس طول الوقت لازم يكون حاسس بيهم، حاسس بنبضهم. ويمكن زي ما النائب إيهاب السلام قال، احنا النهارده شربين محظوظه بحياه كريمه. انا بعتبر ان دي فعلا حظ، لان كم المشاكل اللي انا واجهتها لما جيت ودخلت الانتخابات كانت كبيره لدرجه مرعبه. البنيه التحتيه حقيقي كانت بايظه جدا، ولا نائب ولا 10 ولا 20 يقدروا يعملوها. لازم تكون في منظومه كبيره تقدر ترفع ما تم افساده سنوات وسنوات. لكن المنظومه دي لوحدها عمرها ما تقدر تشتغل، لانه ممكن النهارده يتعمل لنا حياه كريمه واحنا ما نقدرش بعد كده نحافظ على ده. وبالتالي دور الناس ودور النائب انه في ظل هذه المنظومه انه يبقى فعلا موجود وفعلا قادر يتفاعل مع الناس، ولو اي حاجه حصلت يقدر يعبر عنهم ويقدر يطالب بحقوقهم، وفي نفس الوقت لو في اي تخاذل من اي جهات يقدر يكون صوت الحق اللي بيدافع عنهم مهما كانت القوة اللي قدامه. انا طبعا سعيدة بوجودي النهارده، وعايزة حقيقي اشكر الفرقة الموسيقية، لانه انا ما كنتش متخيلة ان شربين فيها هذا الفن بهذا الرقي. يعني الاداء عالي جدا، الاداء عالي قوي، وفي احترافيه شديده جدا وممتعه. وصدقوني طول ما في فن، طول ما في موسيقى، مفيش قتل ومفيش تطرف ومفيش ارهاب ومفيش حزن ومفيش يأس ومفيش ناس تنط في المركب عشان تغرق وتموت وهي عايزه بتحلم تروح بلاد تانيه. الموسيقى والفن والثقافة هي الحياة. فأتمنى أن بلدنا طول الوقت ومصر تفضل طول الوقت هي رائدة القوى الناعمة في الوطن العربي ورائدة الحضارة زي ما كانت 7000 سنة. أشكركم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يوم من الأيام الجميلة لاستاد نادي شربين، الكيان الكبير اللي احنا كلنا أول ما دخلنا كنا بنحلم بكيان محترم يليق بأهل مدينة ومركز شربين، كيان زي أي نادي اجتماعي راقي في أي مدينة كبيرة. كان من حق الأسر ومن حق الأهالي إن يبقى في مكان يليق بأدميتهم ويليق بقامتهم ويليق بشخصياتهم، وحلمنا جرينا وراه. والحمد لله النهارده يوم عن يوم في كيان كبير اجتماعي ورياضي ثقافي بيبان وبيظهر، وكل مدى بيتقدم، وكل مدى الحمد لله بيزيد بمجهودكم كلكم وبحلمنا وطموحنا وارادتنا. باذن الله هيبقى مكان كبير يليق بحضراتكم والكيان اللي كلنا بنتجمع حواليه اهل ومدينه ومركز شربين. الحقيقه انا برحب بكل الساده الحضور، سياده النائبه الدكتوره، وكل الساده الحضور، سياده النائب الكابتن إيهاب السلام، كل القامات والرموز اللي موجوده. مش عايز اقول اسامي عشان
ما انساش حد. وطبعا كبرنا اللي موجود معانا الحاج سيد الدمناوي رجل الاعمال اللي اتمنى ان كلنا نحييه على مجهوداته في مدينه شربين ومع نادي شربين الرياضي. بنحييه كلنا الحاج سيد الدمناوي. النهارده يوم جميل جدا وبنشكر كل اللي اقاموا هذا اليوم. بنرحب بالفرقه الموسيقيه اللي باذله مجهود كبير والفنانين الجمال اللي معانا واللي جايين عشان يسعدونا. بنشكر الحاج سيد الدمناوي على يوم كفالة اليتيم اللي هو الراعي الرسمي لهذا اليوم. بنشكر جمعية كفالة اليتيم اللي عملت يوم جميل جدا النهارده، بدأ من الساعة 11 الصبح. النهارده مش أول حاجة هتحصل على طول، لأن ده دور النادي. النادي لازم يبقى كيان قبل ما يبقى في أنشطة رياضية، لازم يكون نادي ثقافي واجتماعي، ولازم يكون في فن، لازم يكون في كل حاجة، في أسر تيجي تستمتع وولادها يمارسوا الرياضة، توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وممارسة النشاط الثقافي والاجتماعي وكل أشكاله. دي رسالة مجلس إدارة نادي شربين إن شاء الله. احنا كلنا مصممين ان احنا نعملها على اكمل وجه. في النهايه يكون في كيان محترم يليق بكل الساده الحضور ويليق باهل مدينه ومركز شربين. في نهايه كلمتي لازم اشكر الجميع ونقول لكل طفل النهارده موجود، احنا جايين كلنا النهارده عشان نمسح على راسك، جايين النهارده عشان نقول لك احنا معاك، انت مش لوحدك، جايين كلنا النهارده عشان نكرمك وندي لك جزء صغير من حقك في يوم في السنه، والمفروض نبقى كلنا معاك كل يوم مش يوم واحد في السنه. بشكركم للمره الاخيره، وبشكر الحاج سيد الدمناوي شكر خاص من رئيس ومجلس اداره واعضاء وجماهير نادي شربين على دوره الكبير مع نادي شربين. واخر حاجه هو الحاج سيد، التراث اللي احنا عاملينه ده هو تبرع بالكامل من الحاج سيد، بشكره. وان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون نادي شربين من الانديه الكبيره في الدلتا زي ما بنحلم، وان هو يكون رقم موجود في انديه الدلتا ويكون من افضل الانديه. ده حلمنا وده طموحنا وبنجري وراه، وان شاء الله هنحققه في الاخر بوجود حضراتكم وبمسانده الجميع. ان شاء الله نادي شربين فوق الجميع، وان شاء الله النادي هيبقى حاجه عظيمه بحضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.